اخواتي وحبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اهم حاجه ما تنسوش تصلوا على النبي زي ما اتعودنا، وتعملي لي لايك سبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلك. تمام. المهم بقى النهارده ان شاء الله هنعمل شويه سمك كده محترمين. انا جايبه سمكيه بسم الله ما شاء الله، يعني مش قادره اقول لك سمكيه قد كده اهو. تمام، عشان ما حدش يرجع يقول لي ايه السمكيه الصغيره دي. لا، هي السمكيه دي حلوه قوي. السمكه دي بحر يعني مش مزارع. خلاص، عشان انا بدات ان انا ارغي كتير، فانا مش عايزه ارغي كتير يا اخواتي عشان مش هصدعكم واصدع نفسي عشان لسه جايه من السوق يعني وكده. تمام. فالسمكيه دي اهي معظمكم يعرفها وفي معظمكم ما يعرفهاش. ايه ده يا ماما؟ سردين. ومين اللي بعت لنا سردين؟ عمتك. شايفين اختي جوزي بعتلي سردين. والله العظيم الله يبارك لك. انا بحب الحاجات دي قوي. والله العظيم. ما علينا. بصوا السمكيه اهي، ما اعرفش معظمكم يعرفها او ما يعرفهاش، بس السمكيه دي حلوه قوي. انا عايزه اقول لكم بقى ريحه الموج وريحه البحر وكل حاجه في ريحه السمك ده، ما فيهوش زفاره، ريحته جميله، ريحه البحر كده وانت بتغسليه اساسا تحت الحنفيه ريحته في منتهى الجمال. تمام. احنا من عشاق السمكيه دي، بيسموها بطيطه او سمكه العريانه، ايا كان هي لها الاسمين، بس احنا بنقول عليها سمكه بطيطه. تمام. لان هي اساسا بسم الله ما شاء الله عليها انا مبطبطه كده شويه. تمام. هي ما بتتنضفش خلاص، هي بتتقلي زي ما هي، ولما بتيجي بتتاكل بنشيل الراس بس وبتتاكل زي ما هي، بتشيل الراس والديل، مش هتاكل الديل كمان. شايفين انا عماله اعرق اساسا من تحت عينيا ومش عارفه ايه السبب. انا على طول كده على فكره، عشان ما حدش يفكر ان انا معيطه والهبل ده كله. فانا اساسا ما بعرقش غير من تحت عيني يا ولاد. يلا نشوف الفيديو. بدل اللك والعجن اللي انا عماله اعجنه ده، هنعمل السمكيه دي معامله كريمه، يعني معامله حلوه زيها زي السمك الكبير. يعني هي جت عليها هنعمل لها حبه دقه محترمه كده بشويه الشطه، بقى اهم حاجه شويه الشطه وشويه الثوم. تمام. واعصري بقى ليمون براحتك، اعصري ليمون، حطي خلي ريحك خالص اعمليه. خلاص. يلا هنشوف هنعمل فيها ايه. بصوا بقى، انا غسلتها طبعا ده كمان شطفتين، انا كنت غسلاها اساسا وبس غسلتها تاني ورجعت حطيتها في مصفى عشان تصفى، عشان الميه بتاعتها برده. وما شاء الله بصوا انا عامله لها دقه اهي، شطه وتوم خلاص وعصره ليمونتين. وهنا برده هعصر ليمون. خلينا هعصر ليمون على السمك وبعد كده هحط الدقه. الفلفل انا طبعا ما ضفتش عليها ميه خالص في الكبه، واروح جايه ماسكه الشطه دي كده. انا حاطه يمه. بصوا بقى يا حبايبي، هنا بدات بقى ان انا اطبخ الرز ان شاء الله كده معاكم. زي ما انتم عارفين يعني ان انا بحب اشوح الرز كويس قوي. وولعت العين التانية قلت اما احط برضو عليها طاسه تسخن عشان خاطر احط فيها زيت وكده عشان على السمك. على ما ايه اعمل، انتوا عارفين الشعريه ما بتاخدش وقت على البوتاجاز وكده، فيا دوبك الطاسه بس تسخن واحط فيها شويه الزيت يكون انا خلصت الرز. هنا بدات ان انا احط الشعريه. اهم حاجه ان انت تشوحي الرز بتاعك كويس قوي، اهم حاجه، لان النفس الرز لما يكون متشوح خلاف لما بتكوني سلقاه، يعني مش سلقاه لا، لما بتكوني ايه قلبتي الشعريه حمرتيها ودلقتي فوق منها الرز فوق منها الميه كده، بصراحه بيبقى عك قوي والطعم ما بيكونش لذيذ. هنا بقى انا سبت الميه تغلي، بس طبعا انا نسيت خالص ان انا اشغل الكتل وانا شغاله في الشعريه، فسبتها تسخن كفايه وقلت مش مهم كفايه عليها يعني، ورحت جايه حطاها على الرز. وهنا بقى بدأت بهر الدقيق بتاعي ده شوية بهارات سمك. تمام. حطيتهم على الدقيق وحبة ملح وحبة كزبرة مطحونة وحبة كمون. طبعا انتوا عارفين السمك بيحب الكمون قوي، فقلنا لازم نحط برضو منه كمان على الدقيق. الكمون المحوج يا جماعة والفلفل الاسود المحوج فعلا بيبقى مختلف تماما في طعم بصي يعني بيفرق معاكي قوي في الطعم بتاع الاكل. يعني انا في مرة ان شاء الله كده وانا بصحن البهارات هوريكم قد ايه انا بحب التحويجه بتاعت الكمون. ما بحبش اجيب كمون كده من العطار واروح جاي احطها على الاكل وخلاص، يعني احط بقى كمون فلفل اسود عاديين كده من غير تحويجه. لازم اعمل التحويجه اللي بتفرق معايا في طعم الاكل بتاعي بجد، بتظبطه بتخلي طعمه في حته تانية خالص. وان شاء الله هوريكم باذن الله ازاي انا بعمل الطريقه دي. هنا بقى جبت المصفى وحطيت فيها السمك بعد ما اتعمل في الدقيق، لفيته في الدقيق يعني، ونفضته كذا تنفيضه كده برده في نفس الطبق بتاع الدقيق علشان خاطر السمكيه تطلع مبطنه بالدقيق والدقيق يكون ناعم عليها ما يكونش مكلكع. دي خطوه مهمه قوي. هنا كنت بقى بريح راسي شويه وبريح نفسي ان انا باكل ايس كريم وكده. بدأنا ان انا اعمل السلطه، قلت عشان اخلص كل حاجه بالمره، يعني اخلص كل حاجه مره واحده. الرز كان على البوتاجاز والسمك برده كان على البوتاجاز، وهنا بعمل السلطه، يعني اعمل السلطه وابص على السمك اقلبه ان كنت اطلعه بقى من الزيت والكلام ده كله.
علشان ننجز يا ولاد. يعني هي الموضوع اصلا مش عايز تلكيع كده في المطبخ، الواحد مبيبقاش مستحمل بصراحه وقفه المطبخ، ما عادش ليه طاقه كده. هنا بقى جبت معلقه من دقه الشطه اللي احنا كنا عاملينها، ورحت جايه حطها على السلطه، بجد طعمها بيبقى حلو قوي، بتخلي نفس السلطه جميل. هنا خلصت الكميه كلها اللي معايا. انا هاخد شويه شطه بايدي يا ولاد، عشان ما حدش يقول انت بتحطي بايديكي. احنا اللي هناكل والله مش انتوا. انت عايزه سيادتك تلبسي جوانتي ما فيش مشكله، بس انا كل اللي عايزه اقوله لك ان السمكه دي فعلا طعمها حلو قوي، وما تستغربوش قد ايه ان هي سمكه صغيره. بنقطع الراس وبناكلها كده عادي جدا، وبنشيل الديل في الاخر خالص. انا عايزه اقول لك طعمها بيبقى حلو جدا، وبالف هنا وشفا على قلبنا.